يا ساتر، دي يا لا حماد يا جدع، ما تقولش حلويات، هي دي كنافه يا ابني. الله يكرمك، انتوا جايبينها منين دي يا حماد؟ انت اللي شاري من بره؟ لا يا حماده، ما عادش تجيب لنا حاجه من بره، الله يكرمك، انت بالذات ما عادش تجيب حاجه. ده ما تتاكلش يا ابني يا حاج. اه دقتها، انا لسه بقول له اهو، دي كنافه ايه دي يا حاجه؟ ده ما تتاكلش، ده شويه قش. واخد بالك؟ ما فيش شربات بقى ومحروقه من تحت وحاجه تقرف الكلب. والله لسه بقول له ما عادش تجيب من عند الراجل دي تاني. انت اللي عاملاها؟ لا والله. سلم على الشهداء اللي معاك. قلت لك يا حماده بلاش هزار في الحاجات دي، الله يكرمك. يعني يا حاج هات لنا بقى حته كنافه، الله يكرمك. الله يكرمك. بيتزا؟ اجيب لك بيتزا، اجيب لك بيتزا طبعا، انت حبيبه بابا ما تعيطيش. يا حاج، تعملي لنا بيتزا؟ انا ما ايه لنا دي، انا ما طلبتش حاجه، هي اللي طالبه بيتزا. انا ما، وبعدين دي بنت صغيره يا حاجه نفسها في بيتزا وكده، مش هتفهم الخبيزه اللي انت بتعمليها دي، مش هتفهم. هي نفسها في بيتزا من العاديه يعني. نوفر، لا نوفر طبعا، نوفر. وبتاعتك مفيده فعلا فعلا. بتاعتك احسن طبعا، امال ايه؟ لا خلاص، ماما هتعمل لنا بقى، ماما هتعمل لنا بيتزا. هي بتطلع مدوره برضه، دي وجه الشبه الوحيد اللي اضمنه لك والله يا بنتي. لا بس الله يبارك لك يا حاجه، بلاش اللي هو اللي الحجم اللي اصل هي بتيجي في الاعلان مكتوب رقائق البيتزا. مش لكن ارصفه البيتزا اللي بتعمليها دي مش هتاكل مع البيت الصغيره يعني، اكيد في اختلاف في العجينه انت مش قاريه عنه او حاجه، فيا ريت نشوف الاول يعني. اصل دي عجينه كيكه انا متاكد، اللي بتنفش قوي كده دي، فانت متخيله كيكه بقى عليها صلصه وزيتون وحاجه، انا مش عايز افسر قدام البت عشان البت هترجع من اللي انا بحكيه ده، فانا واخده بالك. بدلها نوفر خلاص، ما فيش مشكله ان شاء الله. ده ايه دي يا حاج؟ طلبات البيتزا؟ لا تحت امرها طبعا، تحت امرها. إيه طالبه ايه بقى البيتزا؟ دقيق وزيتون ايه دي يا حاجه؟ ما دي اغلى من البيتزا يا حاج، دي اغلى من ثمن البيتزا. طب ما كنا جبناها من بره وخلاص يا حاج، يعني ثمنها مش واخده بالك؟ وفي الاخر مش هناكل بيتزا كلنا يعني. لا البيتزا طبعا بتاعتك، بس هي بتبقى هاي كوبي، واخده بالك؟ ده انا هاي كوبي دي كده والله ما عامل لك الواجب، اقسم بالله ده ما تتاكل. لا طلبات البيتزا لا، عينيا عينيا. انت ايه اللي خلاك تفتحي علينا الحوار الاسود ده؟ حبيب بابا انت عايز يا حاج؟ انت عازمنا النهارده؟ لا ده انت جبت فلوس الكلام دي منين يا حماد؟ لا على حسابك. على حسابي؟ ايه اللي على حسابي ده يا حماد؟ إيه الحلو في كده يعني؟ ايه العرض في اللي انت بتقوله ده؟ وايه اللي على حسابي يا ابني؟ لا اله الا الله. ليه يا ابني فتحت بقك ليه؟ قلت ماما ترتاح النهارده. ماما ترتاح طبعا. لا ترتاحي طبعا يا حاج، انت بتوقعني في لا ترتاحي طبعا يا حاج. ماشي يا حماد، ماشي يا حنين. هتطلب لنا ايه بقى يا حماده؟ عينك على ايه يعني؟ شويه ورق عنب بالكوارع. ورق عنب بالكوارع؟ ده ايه المزاج ده يا حماد؟ ده طاجن ده مش كده؟ لا انت مزاجك حلو، انت مزاجك حلو يا حماد. بكام بقى يا حماده ده؟ 640 جنيه. 640 جنيه؟ هو ايه ده يا ابني اللي ب 600؟ هو في اكل ب 640 جنيه اصلا؟ لا اله الا الله. دي كوارع مين ده يا حماده عشان تبقى ب 640 جنيه يعني؟ مفيش يا ابني الكلام ده، انت اهبل انت. لا اله الا الله. بقول لك الزياده السنويه بتاعتي كانت 300 جنيه، يرضيك تروح في الكوارع كده يا حماده؟ ما يرضيكش، ده حتى مش جايبه، واخد بالك؟ لا طبعا يا حماده، شوف لنا غدا، غدا يا ابني. انت مزاجك غريب قوي، ده انا لو قاعد مع سواق نقل مش هيقول له طبعا ايه دي، ايه الهم ده؟ بقول لك غدا، غدا عادي يعني. الله يكرمك، شوف لنا حاجه حلوه كده برضه. طب ايه رايك في موزه ضاني؟ موزه ضاني؟ حلوه برضه. لا يا حماده انت مزاجك في الجون الصراحه. لا موزه ضاني بقى، لا انا مش جاي معاك في الحكايه دي. لا انا عشان انا بروح معاك وبفضل ونفسي فيها وبتاع، وفي الاخر بتصدمني. انا مش هقول لي سعرها كام الاول. عامله 750. 750 جنيه بس يا حماده، بس يا حماده وقف البرنامج اللي في ايدك ده، الله يكرمك. واخفى منين؟ اخفى انزل هات لنا فول وطعميه. يا حاج تسلم ايدك، الغدا النهارده زي الفل. والله حسيت بحاجه مختلفه في ايه؟ لا الرز النهارده السوا بتاعه تحس ان هو لا والله مش في السوا. لا هو زي الفل. حاطه زعفران؟ ده على ايه ده؟ على الرز؟ لا والله. هو اللي مديله الطعم الحلو ده الزعفران فعلا. اللهم صل على النبي يا حماده. اللي حسيت بالزعفران في الرز بيقول لك في زعفران. مليانه زعفران. ولا الهوا طبعا يا حاجه، انت بتتكلمي مين ده؟ انت بتاكلي حماده. حماده بالنسبه له زعفران دي مقلع على اول الشارع اصلا. والله. لا بس تسلم ايدك والله. في حاجه في الشوربه برضو مختلفه. الشوربه شايفه بيشرب ازاي اساسا الشوربه. لا الشوربه جميل. ورق لورا؟ لا والله هو اللي مدي الطعم دي فعلا ورق اللورا ولا يا حماده طلع ورق لورا. مش انت من شويه كنت بتقول لي الشوربه لورا كده؟ ايوه طلع ورق اللورا في بقول لك يا حاج عشان ما تتعبيش نفسك بس، الله يكرمك. انا وحماده اللي بناكل فاللي هو احنا بنعرف الفلفل الاسمر بالعافيه. ده بالك وانت تعبه نفسك ورق لورا وورق ما اعرفش مين. دي ما يعرفش ورق اللورا من ورق العنب، دي بعيد تماما عن اللي انت بتتكلمي فيه، الله يكرمك. فيعني بلاش احراج، بلاش احراج، اكلك زي الفل خليها زي الفل، الله يكرمك.